المسلسلات المصرية وتحديدا مع مسلسل سر الباتع. المسلسل اللي تصدر الترند، ولكن السبب مو القصة ولا أحداث المسلسل، السبب بيعود لكثرة الأخطاء بالمسلسل. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمسلسل واجه كثير من الانتقادات بسبب كثرة الأخطاء فيه. الممثلين اللي أخذوا دور الفرنسيين كانوا من ذوي البشرة السمراء وبيتحدثوا باللهجة المصرية. قائد فرنسوا، قائد ابدا، كنا برت أمر إن احنا نمسح البلد دي من على وش الأرض، أهم حاجة حامد ما يطلعش منها حي. والمتابعين استغربوا لأنه عادة بيتم إعطاء دور الفرنسيين لممثلين من ذوي البشرة البيضاء وبيتقنوا اللغة الفرنسية. من أهم الأخطاء اللي وقع فيها صناع المسلسل وجود جندي فرنسي يرتدي حذاء أديداس حديث من عصرنا الحالي. اجمد، لسه اللي جاي جامد. وأيضا وجود عربات مع عجلات من المطاط، فبهداك الوقت ما كان في عجلات مطاطية، بالإضافة إلى بعض أنواع الطعام اللي ظهر بالمسلسل واللي ما كان موجود بهديك الفترة. كمان شفنا ولد لابس بنطلون هوليستر، ومين ما بيعرف شركة هوليستر بسنة 2000، شاحن سامسونج بالثمانينات. مسلسل هرش السابعة، الخطأ كان بكتابة عنوان الحلقة الثالثة، فكانت مكتوبة كلمة استحماء بهالشكل. اعتذر المخرج عن الخطأ وقال بما معناه: نعتذر عن الخطأ الإملائي في عنوان الحلقة 3، فقد تسبب الخطأ في إزعاجنا بقدر ما أزعجكم، هذا تفسير وليس تبرير. مسلسل ستهم، بطولة روجينا، ظهرت صورة لإلها بتبين فيها ابتسامة هوليود بالرغم من إنها بتجسد بالمسلسل دور امرأة فقيرة، فاعتبر الجمهور إنه لا يليق فيها ابتسامة هوليود كونها شخصية فقيرة. مسلسل رشيد، بأحد المشاهد ظهرت منتجات ما كانت موجودة بسنة 2009، السنة اللي بدور حولها المشهد. مسلسل جعفر العمدة، محمد رمضان بيمثل دور شخص بال50 من عمره، ولكن ظهر بملامح أصغر من عمر ال50. ظهوره بهالملامح خلى المشاهدين يستغربوا، بالإضافة إنه ظهر بأحد المشاهد وهو عم يخلع ملابسه فظهر جسمه وعضلاته، بالرغم إنه دوره بالمسلسل شخص كبير بالعمر، والعالم استغربت شو فائدة هالمشهد. مسلسل رسالة الإمام، بأحد المشاهد لما راح الشافعي لعلاج زوجته انتقدوا هذا المشهد وقالوا إنه كذب لأنه الشافعي كان ملم بعلم الطب، وكمان قام شاعر سوري باتهام صناع المسلسل بسرقة أبيات شعر كاتبها وإنهم نسبوها للشافعي بالمسلسل. وأيضا أخطاء الكلام بالعامية، حيث تم الرد على هذا الشيء ببوست على فيسبوك عن طريق المراجعة من المدقق اللغوي للمسلسل، وقال أنه شغلته كانت المراجعة التاريخية وليست التدقيق في اللغة، وأنه هو شغلته مو مدقق لغوي بل هو شغلته أنه يبحث بمرجع النص، واعتذر على هذا الخطأ بالرغم أنه هو كان غير مسؤول عنه.